تعالي 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 هني، هني مكانك. وهذه ناكلها تهبل تجنن. شوفوا 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 ايش حالاتها. شوفوا النعناع، الأجبان، الزيتون، تينن تينن. صباح الخير. منو ذاق كيكة اللي فيها نعناع وزعتر؟ هذا الزعتر الأخضر هذا منو ذاقه؟ من والله من أحلى الكيكات. أول أمس كنت عند وحدة رفيجتي مسويته، قلت لها بسويه، كانت تقول إيه سويه، وايد حلو وايد حلو. شنو بحط فيه؟ بحط غير هذا الزعتر والنعناع، بنحط جبن وزيتون. شوفوا جبن وزيتون، راح تصير مثل فطيرة. طبعا أنا هني أول شيء نحط عليه شوية طحين علشان لا ينزل. راح أسوي هالكيكة طبعا مع كل المقادير اللي نحتاجه: شدة نعناع، شدة زعتر، هذا الوقت الحين وايد حلو، زيتون أخضر أسود أخضر أحمر أزرق اللي تبونه، جبن فيتا قطعتهم كذا. اللي راح نسوي البيض 4 بيض، زبدة وزيت، قلاصين ونص أو 3 قلاصات طحين، شوية حليب، علبة روب. نخلط الأشياء السائلة الحين وأقول لكم: نص زبدة، نص زيت، حليب، 4 بيضات. حطيت تقريبا 3 قفاش ل 4 قفاش سكر، وتقدرون ما تحطونه مولية لكن يعطيكم طعم كذي حالات شوية. وواحد علبة زبادي روب. اوكي، ونخلط كله مع بعض. شوفوا هني 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 تعالي هني، لما نتأكد كل شيء على الحليب مع الروب. هني عندي 3 قلاصات طحين منخولين، هذه واحدة بيكنج باودر، وهذه 2. هذا لازم تحطون صودا، بيكربونات صودا. اوكي، والفانيليا. نخلص ونحط شوية رشة ملح و خلص الطحين شوي شوي. خبطتين، بدخل الفرن لمدة يمكن ما أدري، يمكن ساعة إلا ربع، يمكن ساعة، درجة حرارة 150 ل 160 على جماعة. شوفوا كيكة، شوفوا شكلها يا خرابي. راح أنزله كله، أنتم لكم الاختيار. أنا حطيت نوعين جبن، حطيت جبن فيتا نوعين، حطيت النعناع، حطيت الزعتر، زيتون، وعليكم بالعافية. أنصحكم فيه تهبل جنن. راح أنزله كله بالسوشي.